قطر بطولة كأس الأمير. اليوم في الريان هناك لدحيل طوفان في مواجهة سد لا يفرط أبدا في زعامته. هنا الفريق الذي ولد بطلا أمام الفريق الذي كان بطلا على الدوام في حوار الأمنيات، الصدام والرغبات، والمباراة التي تصدرت المشهد هنا في قطر في السنوات الأخيرة. تأتي أنادي لدحيل خطيرة، تأتي فرصة لطوفان لكنها في الأخير مقطوعة، لكن بتعود سدوية. بغداد راح، بغداد قدام، بغداد مر، بغداد يا بغداد يا بغداد يا بغداد. بغداد لم يكن فيما هذه الكرة التي أخطأ فيها لوكاس فيرسيمو. راح بغداد، مر بغداد، بوجيح سدد، عمل وحقق النجاح في كل شيء إلا في اللمسة الأخيرة التي تصدى لها حارس المرمى صلاح زكريا في اللقطة. الكرة منقولة عن طريق إسماعيل محمد باتجاه كوتينيو، لمسة وتمريرة بينية، تغطية كانت موجودة، أكرم يا عيني على لمسة، لكن الكرة الأخيرة من محمد وعد كانت مقطوعة، وصلت إلى فيليبي، كوتينيو إلى السمعة، إسماعيل في عرضية خطيرة دحلاوية، الكرة ما زالت ولونجا بالراس، بدأ من طارق، عادت إلى بغداد بالراس إلى بلاتا، بلاتا عند الكرة، بلاتا يبحث عن أكرم، أكرم يتقدم، أكرم الله كاد أن يفعلها أكرم، وكاد أن يتقدم للزعيم في اللقطة الماضية، لكن كرة أكرم تحولت إلى خارج الملعب أو عادت إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء. هنا السلام من أكرم اللي كان يطلب وطلب الكرة من بدري، لكن كرة بلاتا لم تأتي كما كان. إسماعيل محمد أرادها إسماعيل، لكن أوتافيو قال أنا موجود. هنا سقوط ومطالبة بوجود خطأ، الخطأ ما كان موجود، عادت سدوية في الطرف الأيسر، عليه المباراة وبطاقة التأهل إلى النهائي أم لا؟ عبد الهادي الرويلي يشاهد وهو من سيقرر. ما هو القرار؟ ما هو القرار الذي سيأتي الآن؟ هناك ركلة جزاء لدحيل. هنا كوتينيو على التنفيذ، كوتينيو يركز، مشعل يركز، كوتينيو إنه مشعل برشم، رجل اللحظات الحاسمة بذكريات مباراة قطر أمام أوزبكستان. هنا يتصدى لركلة جزائية في اللقطة الماضية. الحكم ماذا يقرر؟ الحكم ماذا يشير؟ هنا مشعل وقوفه هل كان صحيح؟ نعم، مشعل وقوفه كان صحيح، وارتماء للكرة كان صحيح، وتصديه كان صحيح باتجاه أكرم يريد أن مر من الأول، يرسل كرة ممتازة، تغطية موجودة، الكرة بتعود حائرة في وسط الميدان، مقطوعة للسد، منقولة للسد، الله كاد أن يفعلها بغداد، وكاد أن يسجل هدف في كأس آسيا. كرة منقولة في وسط الملعب، مرور بون أوتافيو يا لعيب يا أوتافيو، الكرة ما زالت سدوية في التفويض، وصلت إلى أكرم تقدم، أكرم توغل، أكرم سقط، أكرم يطالب بركلة جزاء، وحكم الإقامة هذا يشير لأن مسألة مباراة اليوم هي التأهل، بينما هنا أولونجا من أجل تمهيد التأهل، أولونجا راح، أولونجا ما زال، أولونجا برشا. هذه كرة أولونجا، هذه خطورة أولونجا، وهذه تسديدة أولونجا، لكن حارس المرمى مشعل برشم تصدى للكرة الماضية في أخطر أو ثاني أخطر كرات نادي لدحيل بعد ركلة الجزاء، لكن مشعل دائما موجود. فريقين نتمنى أن يكون مختلفا، أنا أتمنى أن يكون مغايرا، أنا أتمنى أن يكون ساحرا، وهنا ملك السحر في الدوري القطري أكرم، الله وفي الليالي الساحرة يطغى سحر أكرم، وفي الليالي المضيئة هناك بدر يضيء وهو أكرم. نعم، أنت بدر السد، وأنت ساحر السد، بل وأنت ساحر قطر يا أكرم.
يأتي بأول الأهداف في وقت الأمنيات بشوط مختلف. هنا يلبي النداء، نداءات الجماهير السدوية أولا، وجماهير تتمنى المتعة في هذه القمة ثانيا. وفي وقت الحديث عن السحر، أطل الساحر بكراته الساحرة الاعتيادية ليسجل الهدف الأول ويمضي بالسد بالتقدم في نتيجة هذا اللقاء. هنا كرة وهنا انطلاقة وهنا تسديد. يا عيني يا عيني يا أكرم، أهداف أكرم وسحر أكرم، مراوغات أكرم، والإعجاز الكروي الذي يأتي من خلاله في هذا الموسم أكرم. وحينما أقول إعجاز كروي أنا أعي هذه الكلمة وأعي ما أقول، لأن أرقام كبيرة 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 في هذا الموسم. أكرم يمضي هنا ويسجل هدف السبق وهدف التقدم لمصلحة من جديد. وصلت هذه الكرة منقولة، كرة ممتازة إلى أكرم، أكرم راح، أكرم للثاني، أكرم للتأمين، عرضية تأتي لكن التغطية من فيرسيمو في العو من شكلة الركنية. كوتينيو يرسل كرة راسية تأتي، تحلوية ما زالت عن طريق الغزال، عن طريق المعز، المعز يبحث عن مرور المعز، صوبها. خطيرة كانت. هل تأتي متأخرة؟ هل تأتي متأخرة؟ وقبل النهاية أولونكا راح، أولونكا لكن مشعل برشا، مشعل كرة ساقطة لكن مشعل. الكرة الأخيرة، هل هي كرة الأمل؟ هل هي كرة العودة؟ لا هذه ولا تلك، لا هذه ولا تلك، لأن صافرة عبد الهادي الرويلي تأتي في هذه اللحظات. يا الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هل هناك جديد؟ لا، ليس هناك جديد. الزعيم إلى نهائي جديد، الزعيم نعم إلى نهائي جديد، إلى نهائي أغلى البطولات، إلى نهائي بطولة كأس السمو الأمير. فوز السد على حساب نادي الدحيل بهدف الساحر أكرم، لينتظر نادي السد بدموع وسام رزق، هي دموع الفرح، ينتظر الفائز من مباراة الغرافة ونادي قطر. مبروك، ألف مبروك لنادي السد، لجماهيره، لعشاقه، لمحبيه، لمتيميه. هارد لك لطوفان الدحيل ولعشاق نادي الدحيل. السد إلى النهائي مرة أخرى، النهائي في 24 من هذا الشهر، بانتظار من هو الطرف الآخر. سنتعرف على هذا الأمر في سهرة الغد. أحبتي الكرام، أرجو أنكم استمتعتم مع هذه المباراة، على أمل أن نلتقي وإياكم في لقاءات قادمة. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على وقع هذه الصورة الكلمة تعود إلى مشاري.